شيع أهالي قرية سماكين الغرب التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية جثمان الطفل كريم هاني عبد اللطيف، والذي يبلغ من العمر 14 عاما، والذي لقى مصرعه أثر سقوطه من أعلى مأذنة مسجد بالقرية بعد أدائه صلاة الظهر. لقد أثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. تقول ريناد البحراوي قريبة الطفل الراحل كريم هاني أن الفقيد كان يحرص على أداء صلاة جميع الصلوات بالمسجد في أوقاتها، وأنه توجه أمس لأداء صلاة الظهر وأما المصلين، وبعد الانتهاء من الصلاة توجه إلى المأذنة لتنظيفها، إلا أن توازنه اختل وسقط وتوفى. وذكرت ريناد أيضا أن الطفل الراحل أخبر أسرته أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر بن الخطاب في منامه وذهب معهما، وذلك قبل وفاته ب20 يوما، لافتة إلى أنه رغم صغر سنه إلا أنه كان يتميز بأخلاق حسنة، وكأنه رجل كبير ناضج إذا كان محبوبا من الجميع. لنختم بقولنا: اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.